كام يكفي للشاب في الشهر يا سويسي هنا في ايطاليا؟ يعني الشاب بيصرف قد ايه؟ انا هكلمك عن نفسي، انا لما كنت جايب بلد دي 50 يورو. دي يوميه واحد مثلا محدود الدخل، واحد شغال شغل عادي، فاهم ازاي؟ 50 يورو دي يوميتك. انت بتسكن طبعا في سكن جماعي، سكن جماعي دي بتدفع كل واحد فيكم 200 يورو. يعني انت بتشيل مثلا، بتاخد لك 1200 1300 يورو في الشهر، بتشيل منهم 200 جنيه ايجار بالكهرباء بالميه. بتكون مثلا قاعدين انتوا 4 5 في سبيزه جماعيه، فكل واحد فيكم بيدفع 25 يورو 30 يورو في الاسبوع، بتجيبوا اكل وشرب مع بعض. يبقى كده كام؟ 120 يورو في الشهر. ادي كده صرفت كام؟ 320 يورو. 320 يورو. بتقوم مثلا شايل لك كمان 100 جنيه واحد قهوه بره، بتفطر بتاع بره، بتجيب حاجه بره، قد كده 450 يورو يعني وبتقوم مثلا شايل لك كروت شحن، بتجيب لك بتاع بيشيل لك 600 يورو. يعني انت ممكن توفر وانت لوحدك من 800 ل 700 ل 500 ل 1000 حسب ما انت بتصرف. تمام. بس تختلف بقى، انت لو معاك عيله وبتاخد ال 50 يورو مش هتقضيك. اقول لك ليه. اول حاجه هتدفع ايجار 500 600 يورو. من 1400 جنيه انت بتاخدهم هتدفع ايجار 500 600 يورو. مع كهربتك وميه قول 600 يورو يا عم، اجيب لك شقه محدوده. ادي 600 يورو راح. طبعا هيبقى قاعد انت ومراتك ومعاك عيالين، انا بكلمك عن نفسي، فاهم ازاي؟ مش هتاكل زي ما انت بتاكل انت والفرد. يعني مثلا هتقول هتجيب لك كل اسبوع ب 150 جنيه سبيزه، يبقى كده كام في الاربع؟ ادي كمان 600 يورو، 1200 جنيه مع خروجه، مع حاجه، مع بنت تعبت، هتلاقي نفسك بتصرف الفلوس اللي داخله لك بحالها ومبقاش معاك جنيه. فاهمان؟ اقسم بالله ده اللي بيحصل، انا ما بكدبش.